وللتعليق على آخر التطورات السياسية والميدانية في مصر ينضم إلينا من القاهرة الصحفي والمحلل السياسي أحمد سعد الدين، ومن واشنطن الناشط السياسي الدكتور صفي الدين حامد. أسعدتم مساء ضيفي الكريمين. أبدأ مع الدكتور صفي الدين في واشنطن. دكتور صفي الدين، انحسار مظاهرات أنصار الإخوان المسلمين هل يعني أنهم أصبحوا أو ربما بدأوا بالاستسلام أمام الأمر الواقع؟ لا أعتقد هذا ولا أعتقد أن دول أنصار الإخوان المسلمين. يعني المشهد في العالم كله كما نراه، وكما نراه في الولايات المتحدة وبين المصريين، وهو شريحة من شرائح المصريين، إن مش بس جماعة الإخوان المسلمين اللي هم رافضين الانقلاب، كل طوائف الشعب المصري الذكي والحر بيرفضوا هذه الانقلاب. أما يعني انحصارها اليوم فإحنا خصوصيتها، واعتقد ان احنا داخلين في مرحله جديده. واعتقد ان مما اسمع من الجميع ومما نرى في المؤتمرات واللقاءات والمحافل والاتصالات بالذات مع شبكه مصريين حول العالم، بنجد ان في اصرار على اسقاط الانقلاب العسكري واعاده الحياه طيب، أنا أود أن المدنيه أتحدث معك حول هذه يعني الخطط القادمة المقبلة، لكن فيما بعد اسمح لي أذهب للسيد أحمد في القاهرة. سيد أحمد، يعني هل تتنبأ أو ربما ترصد السلطات المصرية تحركات محتملة لأنصار الجماعة بعيدا عن حراك الشارع؟ وما هي هذه المخططات برأيك؟ هو الحقيقة لو جينا نتكلم على الجمعة النهاردة بالتحديد هنلاقي في أكتر من عامل قدامنا مهم جدا لا تخطئه العين. أول حاجة انكسار تماما بشكل واضح وصريح إن الإخوان فقدوا قدرتهم على الحشد تماما. النهاردة لو نيجي نشوف في كل محافظات مصر مش هنلاقي أكتر من 5000 متفرقين في المحافظات. الحاجة التانية وده الأهم، التغير النوعي في تكتيك الشرطة في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين. لأول مرة النهاردة لو هنلاقي مفيش قتلة في 26 جريح، وده معناه نجاح الشرطة في الإمساك بعدد كبير جدا من جماعة الإخوان المحظورة. الحاجة الثالثة وده الأهم، هنلاقي مثلا امبارح قدرت قوات الشرطة ان هي تقتحم او تمسك مجموعة من شباب الإخوان وهم قاعدين في شقة بيعملوا مولوتوف. هنا لازم نقف قدام أكتر من حاجة. لو نيجي النهاردة الأماكن المشتعلة في القاهرة هي ميدان المطرية وميدان النعام، وده منطقة صغيرة في عين شمس. ولكن الأهم لو هنشوف هنلاقي ان الشرطة لما تعاملت معاهم الأول بالغاز، ثم خرج الأهالي هم اللي كسروا المنصة اللي كانت هتتعمل لهذا الاعتصام. إذن في خطين متوازيين، هما الأهالي على جنب، الجانب الآخر تكتيك الشرطة نفسه اتغير. ليه؟ لأن احنا خلاص مصر أصبحت ضد هذه الجماعة اللي كل يوم والتاني بتشتغل على تفجيرات هنا أو تفجيرات هنا. وما ننساش أن النهاردة برضو عملوا تفجيرات في طريق الصحراوي. اسمح لي أذهب للدكتور صفي الدين. لا أعرف دكتور صفي الدين إن كنت تتفق، يعني السيد أحمد يقول أن الشارع يقف ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأنت قلت في بداية الحديث أن الغالبية العظمى من المصريين يقفون مع الشرعية. بإمكانك الرد، وبنفس الوقت أنا أود أن أطرح عليك سؤال يتعرض فيما يحدث في سيناء تحديدا. يعني يرى مراقبون أن ما يحدث في سيناء عمليا هو جزء من معركة الإخوان مع المؤسسة العسكرية. كيف يمكن إثبات العكس؟ نعم دكتور. نعم، أنا سمعك، بس في بعض الصعوبة في التواصل. هل سمعني؟ أنا أسمعك بشكل جيد. نعم تفضل، إن كنت سمعت السؤال تفضل بالإجابة. أولا نقطة سيناء يا أخي، والإرهاب في سيناء يعني شيء غامض، وهو مسؤولية القوات المسلحة 100%. وأرجوكم لا تسمعوا هذه الترهات إنه يحاولوا يربطوا بها جماعة الإخوان.
سيناء منطقة عسكرية، والمفروض أن الجيش المصري هو اللي يتحمل ما عمله ومعاداتهم لأهالي سيناء سنين طويلة، معاملتهم القاسية لهم ونزعهم للملكية منهم وهكذا. فإحنا بنتكلم على شيء ليس له أي علاقة بما يحدث في العاصمة أو في المدن الكبرى. أما في المدن الكبرى فالأخ الضيف الأستاذ أحمد سعد الدين يبدو أنه هو أعطانا تقرير أمني جيد جدا، ممكن أي مخبر بوليس يعطينا، وده يدل على يعني أن الإدارة الحاكمة للانقلاب ما زالت تعتقد أن مواجهة زي كده ممكن حلها بالأمني. عدد القتلى كام والتكتيكات البوليسية كام، هذه يا أخي ليست مشكلة تحل بالأمن، هذه مشكلة شعب آن له أن يطلب من المؤسسة العسكرية أنها تترك السياسة وتترك الاقتصاد، وبهذا يتحرر الوطن المصري ليكون الشعب هو جيد دكتور، يعني هذه مشكلة لا تحل بالطرق الأمنية، ولكن يعني الكثير قالوا تحل عن طريق الحوار. حتى الآن يعني جماعة الإخوان وأنصار جماعة الإخوان رفضوا الحوار، وهم يعتبرون أن هناك انقلاب ويريدون فقط عودة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي إلى الرئاسة. إذن أين الحل؟ إذا لم يكن بالطرق الأمنية والجماعة ترفض الحوار، كيف يمكن إجراء حوار؟ هذا برضو شيء من التضليل الإعلامي والتعتيم الكامل. هم طبعا قفلوا جميع المنافذ الإعلامية للحركات المعارضة. أنا ما بتكلمش الإسلامية فقط، لأن المعارضة أكبر من الحركات الإسلامية بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين. فطبعا لما تكمم الأفواه ممكن تقول أي إشاعات، هذا غير. وكان في مؤتمر هنا في واشنطن، وكان في كبار الخبراء في منطقة الشرق الأوسط من جميع أنحاء العالم، وقيل في أحد البحوث أن 25 مبادرة كانت في المطبخ السياسي، وكلها لا يسمع من الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري بيعتقد أن القوة ستحل المشكلة المصرية. اسمح لي أذهب لهذه التفصيلة تحديدا للسيد أحمد. سيد أحمد، 25 مبادرة إذن قدمت من جماعة الإخوان أو أنصار جماعة الإخوان أو المدافعين كما يسمون أنفسهم عن الشرعية، قدمت للسلطات المصرية، لكن لا أذان صاغية كما يقول ضيفي. ما رأيك؟ هل بالفعل كانت هناك مبادرات؟ هل كانت هناك محاولات من كلا الطرفين لمحاولة الحوار للوصول إلى حل توافقي؟ من الواضح أن ضيفك الكريم في واشنطن يسمع عن مصر أكثر ما يعرف ماذا يحدث في مصر، سواء عن طريق الكلام عن مبادرات. لو موضوع المبادرات صحيح كما يقول، يقدر يفسر لنا وقت الدكتور البرادعي ما كان موجود وانتظر 48 يوم على اعتصام رابعة الإرهابي المسلح على أساس أنه هو يتفاوض معهم، وجاب لهم كاترين أشتون وغيره، ولم يحدث أي شيء، بل بالعكس كل كلامهم أن هم عايزين مرسي يرجع، وده كان شيء من المستحيل. الحاجة الثانية، النهاردة هو بيقول أصل في انقلاب، أصل مش انقلاب. هل أنت سيادة الدكتور أو الضيف الكريم كنت في مصر وبتقول الشعب عامل إزاي؟ لو مشيت النهاردة في شوارع مصر هتعرف كويس جدا أن الأهالي هي اللي بتطلع تضرب في الإخوان المسلمين، لأن أصبح الإخوان عبارة عن كتلة تفجيرية في هذا المجتمع. الأمر الآخر، لما تيجي النهاردة جماعة من الإخوان المسلمين من حوالي 5 أيام تقريبا على ما افتكر طلعوا بيان اعتذار، وهذا البيان الاعتذار كان بيان عبارة عن بيان مايع ليس فيه اعتذار ولكن تحميل السلطات ما حدث. ومع ذلك لو قررت أنا إن أنا أصدق هذا البيان ألاقي تاني يوم في تفجيرات على طول. على أي أساس حضرته بيتكلم على ان في مبادرات وغيره؟ الاخوان قفلوا كل المنافذ للمبادرات، واصبح النهارده
أنا معاك أن الحل الأمني لوحده لا يصلح، ولكن الحل الأمني مهم أولا ثم يتبعه بعد كده حتى لا نتحدث عن الماضي. سيد أحمد، أوجه سؤالي للسيد الدكتور صفي الدين في واشنطن لنتحدث عن المستقبل. يعني الآن مصر على ما يبدو مقبلة على رئيس جديد، والسيسي على ما يبدو يعني ترشح السيسي أصبح أمرا واقعا. ما الذي تتوقعونه للمرحلة المقبلة، لمرحلة يعني ما بعد السيسي؟ كل أي مواجهة لازم بتنتهي إلى مائدة مفاوضات، لكن الأحلام التي يحاولون تنفيذها، وهذه أحلام إن هم يقيموا والمعارضات، كل أي معارضة بتظهر بتقتل أو بتسحل أو بتسجن أو بتجرح. كل هذا هذه هي لا يمكن أن الشعب المصري هيقبلها على المدى الطويل. كل هذا باطل، ولا يمكن بعد تزوير الدستور أو انقلاب إن هذا يعني سيقوم إلى الأبد. أليس هناك احتمال دكتور صفي الدين أن تبحث جماعة الإخوان المسلمين وتخرج من السياسة المصرية وتعود إلى حماية الوطن؟ دكتور، أليس هناك احتمال أن يكون هناك نوع من التحالف بين جماعة الإخوان أو أنصار الشرعية ومع القوى الثورية الأخرى التي تعارض ترشح السيسي؟ في أقل من دقيقة لو سمحت حتى أذهب لسؤال أخير للسيد أحمد، تفضل. لا شك أنه هيكون في تحالف مع كل القوى الثورية التي ترفض هذا الانقلاب الغير شرعي على وسيعود الجيش المصري ليكون شرف للجندية المصرية، ويخرج هؤلاء القتلة الذين في يدهم زمام الأمر حاليا، لأنهم لا يعلموا أن الشعب المصري لا يمكن أنه يسمح تاني بالاستعباد، كما قالوا نحن السادة وأنتم العبيد. سيد أحمد، كيف تقرأ القادم؟ هل أصبح يعني ممكن اعتبار أن في حال ترشح السيسي أننا أمام مرشح وحيد، أم أن هناك سيكون هناك يعني منافسين ولهم فرص في حال ترشح السيسي؟ وبرأيك هل فكرة أن يكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يعني هي ستكشف عن مشهد البرلمان؟ يعني هوية الرئيس ستعني معرفة هوية البرلمان؟ حتى الآن الفريق السيسي أو المشير السيسي لم يترشح بشكل رسمي، ولكن من الواضح أنه هو كده داخل انتخابات الرئاسة، ولو دخل هيكتسح بشكل كبير. ولكن في نفس الوقت هنلاقي مرشحين آخرين، لأن الديمقراطية لا تعني التزكية، ده شيء أساسي. أما البرلمان القادم بالتأكيد النهاردة لما بنلاقي رئيس قبل البرلمان، بيبقى في البرلمان سواء كان فردي أو بقايمة بتختلف شوية ميوله. لكن الواضح قدامي من سؤال حضرتك لضيفك الكريم، ساعة ما بتقول له هل ممكن يحدث تحالف ما بين قوى الإخوان والقوى المعارضة الثورية، أنا بفكره بحاجة بسيطة جدا. من 4 أيام فقط، يوم 25 يناير لما خرجوا من جامع مصطفى محمود الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل وهم معارضون، وكان معاهم الإخوان المسلمين، وفجأة الإخوان لما رفعت إشارة رابعة ابتعد عنهم تماما الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل، وتم التعامل معهم من قبل الأهالي. إذن الأهالي هي من تتصدى للإخوان. عشان كده ما أعتقدش أن في المدى القريب ان هيبقى في تحالفات، لان اصبحت سبه التحالف مع الاخوان المسلمين للاسف. سيد احمد، اعتذر من القاهره الصحفي والمحلل السياسي احمد سعد الدين، ومن واشنطن الناشطه السياسيه دكتور صفي الدين حامد. شكرا جزيلا لك.